السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده سهل وبسيط جدا. فيديو النهارده هنعمل مع بعض حلى البطاطا. حلى البطاطا من الحلويات السهلة والبسيطة جدا. ده غير كمان انها مش مكلفة خالص، ولو فكرتي تعمليها مش هتاخد معاكي اي وقت. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة ونشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما ابدأ، لو لسه اول مرة تشوفيني انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتي الجديدة. عندي نص لتر لبن، واحدة من البطاطا مسلوقة ومتقطعة، عندي سكر حسب الرغبة، فانيليا، وعندي ظرف كريم كراميل. هوسع المكان. هجيب الخلاط، انا هضرب كل المقادير دي كلها مع بعض. اول حاجة هنزل باللبن، وعليه البطاطا المتقطعة والمسلوقة، وعليهم ظرف كريم كراميل، طبعا السكر حسب الرغبة، حطي زي ما انت عايزة. وهاخد ده كله واضربه في الخلاط كويس. تمام كده. كده كل الخليط اتفرم مع بعضه كويس. هجيب حلة وهنزل بكل الخليط ده كده، وهاخده واروح احطه على البوتاجاز، وافضل اقلب فيه لحد ما يتقل معايا ويوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا كده حطيته على البوتاجاز، هفضل اقلب فيه لحد ما يتماسك ويوصل للقوام اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يتقل معايا.
تمام كده وصل القوام اللي أنا عايزاه زي ما انتوا شايفين كده. وآخر حاجة هاضيفها الفانيليا، هاقلب ده كله مع بعضه كويس. تمام كده. هابدأ أوزعها بقى في البولات دي. طبعا حطيها في أي حاجة عندك زي ما انت عايزة. وده كده حلى البطاطا. زوقيه بقى بالشكل اللي انت عايزاه، أي حاجة موجودة عندك عايزة تزوقي بيها زوقي بيها. احنا قلنا قبل كده واتفقنا ان التزويق ده حسب إمكانياتك انت واللي موجود عندك. أنا هنا هزوقها بالكريمة والتوت زي ما انتوا شايفين كده. وكده فيديو النهاردة خلص، وعملنا حلى البطاطا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. صحتين وعافية، بحبكم في الله.